مشاهدينا، عدنا وإياكم بعد هذا الفاصل القصير لنواصل الحديث مع الكابتن أحمد راضي في حوار في الرياضة. كابتن أحمد، يعني كنا نتحدث عن الدوري وعن الأندية اللي تحتاج إلى دعم، وحضرتك سبقتني بالحديث عن الاستثمار. لماذا لا تصار أو لا يصار إلى موضوع الاستثمار؟ يعني ممكن أنه من يأتي من المستثمرين ويشيد ملاعب جيدة وفقا لضوابط وشروط الأندية تضعها والاتحاد العراقي يضعها، وبالتالي ممكن يوفر على الدولة مسألة الصرف والمبالغ العالية، بالمقابل أنه الدوري العراقي يتميز ويتأهل ويسمو إلى أعلى درجات. نعم، الحقيقة هو هذا مرتبط بالوضع الأمني حقيقة، وبالاستقرار العام للبلد التجاري والاقتصادي. يعني اليوم المستثمر يجي مو فقط هو يريد يدعم الرياضة، هو أيضا يريد يستثمر ويريد يحصل يعني أرباح مادية للعمل في دخوله في العمل الرياضي. أولا يصطدم بأنه مثلا النادي اللي يريد يستثمر به ملكيته مثلا لوزارة الشباب أو ملكيته للمحافظة، من يجي ما عنده رؤية بأنه ممكن هذا الشيء اللي راح يسويه هو ملك خاص له، ولذلك من يذب فلوسه أو من يريد يستثمر فلوسه ما راح تكون عوائدها 100% خالصة له، ولذلك يصير عملية يعني تخوف من هذا المستثمر في عملية الدخول. يحتاج الآن اليوم أنه قرار لمجلس الوزراء أو قانون ينظم من مجلس الوزراء بتمليك كل الأندية أراضيها ومنشآتها، بالإضافة إلى هذا بعد ترميمها وبعد بناء منشآت أخرى إلها. حتى شوف احنا في كل العالم اليوم ماكو نادي بنى نفسه من نفسه، يجب الحكومة أنه تجي تبني النادي وتسلمه للنادي، وبعدين النادي هو يحير أمره بعملية الاستثمار والتمويل الذاتي وكل هذه الأمور. فهذه العملية الآن ثقافة أنه دخول المستثمرين يعني تكاد تكون ضعيفة بسبب التخوف من الوضع والاستقرار. لحد الآن يقول لك أنا ممكن أستثمر ملايين الدنانير والدولارات لكن بدون ناتج. هذه الثقافة بعدنا ما وصلنا لها حقيقة، والسبب قلت لك أنه ثقافة أنه عدم الثقة من الحكومة ومن الأندية ومن المحافظات. نعم. لكن يعني وإحنا نتحدث عن هذا المستوى الضعيف للدوري وللأندية العراقية، يعني يمكن نغبن حق الجمهور اللي ما أن تكون مباراة يعني قمة أو مباراة نهاية دوري أو مباراة جميلة بين فريقي العاصمة الكبار مثلا، إلا نجد الآلاف من المشاهدين والجمهور والمتابعين يعني يخرجون عن بكرة أبيهم ويحضرون إلى الملاعب من أجل متابعة هكذا مباراة. يعني هنا مو نغبن حقهم في أنه يكون الدوري ضعيف وبهذه الصورة؟ نعم، اليوم أنت لو شوف يعني حضور الجماهيري ضعيف إلا في المباريات النهائية، يعني مثلا نهاية الدوري مناسبة كانت في ملعب الشعب. هو أيضا متعلق كابتن بمستوى الفرق، يعني لما يكون فريق اللي يشجع مستوى ضعيف، مو مثلا يشجع الزوراء، مو مثل لما كان الزوراء بيام أحمد راضي وفلاح حسن وغيره من الأسماء والنجوم اللامعة، الآن أصبح غير مستوى. نعم، يعني احنا كنا مثلا بال91 92 يعني أقل مباراة يحضرها كنا نلعب مثلا مع نادي صليخ، أقل مباراة 20,000، يعني هذا يعني يعتبر حضور ضعيف، بينما كل مبارياتنا كنا نلعبها يعني يصل 40 45 30. المهم يعني هو هذا انه كيف ترغب الجمهور لحضور الملاعب. اولا مستوى لاعبين متميزين، منشآت جميلة، يعني يروح مثلا يدخل يلقى ملعب جميل ارضيته حلوة، يتفرج الى مستوى، اكو نقل تلفزيوني، الاعلام تغطية اعلامية جيدة للمباريات، كل هذه الامور يعني تشجع الجمهور انه يدخل للملاعب. لكن هذا كله ما حاصل اليوم، يعني اولا صعوبة تنقله ما بين سكنه والملعب، الاجراءات الامنية اللي لما يريد يدخل، يعني اليوم انت تريد تدخل في ملعب الشعب لازم تمشي لك فد كيلو وين حتى تدخل الملعب. كل هذه الامور يستثقلها الجمهور. مع ذلك من تكون مباراة مهمة ما عنده مشكلة يروح يمشي مستعد 3 كيلوات 4 كيلوات، لكن هذه مو كل اسبوع وكل مباراة تقدر تشكل هذا الجانب الامني، ومو كل مباراة يشجع المواطن انه يقدر يحضر هذا الامر. اكو كثير من الامور، لكن انا اقول لك يعني اليوم لو اكو اهتمام من الدولة بعملية دعم الرياضي كان اختلف الامور. هسه احنا ما نريد يعني يمتلئ الملاعب بشكل اللي نرغب له مثل ما في الدول الاخرى، لكن اكو عملية تنظيمية حتى لو بعد 4 سنين. نعم.
يعني ننظر بدل ما أنا أبني لي مدينة رياضية في البصرة في مدينة واحدة بمبلغ حوالي 550 مليون دولار، أنا بهذا المبلغ ممكن أرمم جميع ملاعب المحافظات بعد تقسيم هذا المبلغ، وبحيث أخليها زاهية جميلة ممكن أنه تدخلها، وممكن بها مقاعد، وممكن بها مغطاة بالعشب سواء الصناعة أو الطبيعي، ممكن أنهم يعني مغطاة بالمدرجات. يعني كل هذه الأمور يحتاج لها إلى أنه عقلية تجارية في داخل الحكومة وفي داخل وزارة الشباب، أنه كيف تبني هذه المنشآت. يعني اليوم نادي النجف أنطي لي شركة، نادي الميناء أنطي لي شركة، نادي كربلاء أنطي لي شركة، بحيث يعيدوا لي بالطريقة الجميلة اللي يمكن أنه يستوعب الجمهور ويرغب الجمهور. وبالإضافة إلى الأندية المؤسسات، كل وزارة ممكن أنه تهتم بملعبها، وهذا مو فقط يعني كرة القدم، أسوي مسبح وأسوي قاعة رياضية، صالة رياضية وللألعاب الأخرى، لأنه الحقيقة اليوم إحنا يعني نحمد الله ونشكره أنه كرة القدم يعني تقاوم العملية وموجودة، لكن أكو رياضات تقريبا انتهت. نعم. يعني حضورها الجماهيري انتهى، حتى رغبة الرياضيين إلها مشاركاتها الخارجية. نعم. كابتن، يعني ربما المشاهد الآن عندما يسمع كلام حضرتك يعني يمكن يحملك مسؤولية أكبر، باعتبارك أنه أنت أقرب شخص وصلت للبرلمان ووصلت للحكومة، وممكن أن توصل هذا الكلام اللي حضرتك ذكرت بأنه يحتاج للأندية وتحتاج الجماهير مثل هكذا منشآت، والفرق تحتاج مثل هكذا إنشاءات. فيعني المواطن العادي لا يستطيع نقل صوته، وحضرتك تقترح هذه الأشياء. طيب من يستطيع أن يفرض هذا الكلام أو يوصله إلى مسامع الحكومة؟ الحقيقة ما أنا بديت كلامي وقلت لك إحنا جهة رقابية تشريعية، التنفيذية هي مسؤولية وزارة الشباب. والحقيقة لكن وزارة الشباب عندما عفوا المقاطعة، لكن عندما تتحدث مع وزارة الشباب يقال أنه قانون وزارة الشباب غير مفعل أو لم يسن بعد إلى آخره منها. صدقني في جلسة أحد الجلسات احنا طلبنا بقراءة القانون والتصويت عليه، ووزير الشباب طلب تأجيل بسبب يريد يغير، يقول انه احنا اكو فقرات احنا ما رايديها. احنا ما مقدمين هذا القانون، هم اللي مقدمين. كل فترة يجونا بتجديد معين، وكل ما نريد نحاول ان نصادق على القانون هم يجونا بتغيير جديد، ولذلك وصلت المرحلة الى انه ما صادقنا على القانون. مو ذنبنا احنا، ذنب الوزاره هي. اذا التعطيل من الوزاره نفسها. نعم، تعطيل من الوزاره كان. وفي جلسه انا تحدثت قلت لهم يا اخوان في مجلس النواب هنالك تحميل مسؤوليه لجنه الشباب والرياضه في عدم مصادقه على قانون وزاره الشباب. الوزير قاعد في المنصه قال لا احنا ما نريد نصادق عليه، لانه اكو فقره تقول انه وزاره الشباب تعتبر الراعيه المسؤوله على الرياضة العراقية كاملة، وهذا على اعتبار أنه تريد تتضارب ويا عمل لجنة أولمبية، فرادوا يحذفون هذه الفقرة. فقلت لك كل يوم كانوا يجونا بتغيير جديد. هذا اللي نقول عليه يحتاج ثقافة الحكومة. يعني بدءا من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى الوزراء إلى وزارة الشباب إلى المناصب التنفيذية، ثقافة أنه الرياضة تحتاج إلى بناء، إلى صرف. مثل ما يفكر اليوم بأنه يخلي 8 مليارات أو 7 مليارات للبطاقة التموينية، يجب أن يخلي مبلغ جيد لوزارة الشباب حتى تبني المنشآت الرياضية. مثل ما يبني وزارة الدفاع ويشتري الدبابة بمليارات الدنانير ومئات الملايين من الدولارات، عليه أن يفكر أنه كيف يبني مجتمع مثقف من خلال الرياضة. أنا من أجيبه في مركز شباب وأطور قدراته وأعلمه على الكمبيوتر وأعلمه على السلوك والأخلاق الحميدة في التعامل مع البشر، أنا أبعد عن كل وسائل الإرهاب والإغراءات اللي الآن يستخدموها في أن ينطوا مبالغ زهيدة حتى يصير مجرم. كل هذه الأمور